بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله. مشكله النهارده هو راجل في نهايه الخمسينات، يعني هو يعني قدامه شويه كده وهيخرج على المعاش. تمام. مراته اتوفت من 5 6 سنين، وهو من وقت ما هي توفت هي كانت ماليه على حياتها، وهي كانت يعني البهجه بتاعت الحياه بتاعتها، بتمثل البهجه بتاعت حياتها. بنته متجوزه في دوله اوروبيه. هو طبيب، ابنه ده طبيب. تمام. وهو اصبح وحيد، هو يعني حاسس بالوحده، وزادت عليه الوحده اكتر لما خلاص قرب ان هو خلاص هيطلع معاش بقى، يعني قدامه 2 3 سنين وبعد كده خلاص. فاصبح الروتين بتاع اليوم يعني صعب او فيه ملل. يعني بيحس فيه بملل ومش شايف حاجه قدام، يعني ممكن يبقى ايه اللي في الحياه، ممكن يصحى الصبح كده ويعيش اليوم مش عارف. تمام. فهو يشعر بفراغ وروتين ممل يعني، لحد ما في مره راح على القهوه مع واحد صاحبه بعد الشغل، فبيدردش معاه. فصاحبه قال له، اقنعه يعني، قال له انت المفروض تتجوز، انت ايه اللي مخليك قاعد؟ انت والدتك زوجتك متوفيه من 4 5 سنين وانت لوحدك، يعني عيالك مش موجودين جنبك، اللي متجوزه هنا واللي متجوز مهيئه انك تتجوز تاني، المفروض تتجوز تاني. وبالفعل اقتنع، وبعد ما اقتنع قعد يدور في المعارف والاهل وكده، فوجد واحده اربعينيه، يعني واحده 42 مطلقه ومش بتنجب. قالت ظروفها حلوه قوي ومناسبه ليها، وفعلا تقدم ليها ويتعرفوا على بعض، وبعد كده تم الزفاف واتجوزوا بشهر 2 3. الدنيا كانت ماشيه، بس بدات مثلا هو يحصل مواقف هو يبقى متعصب فيها شويه. هي كانت بيبقى ردها عنيف، الزوجه الثانيه دي هو كان حاطط في ذهنه دايما الزوجه الاولى، طباعها واخلاقها وشكلها، حتى حاجات كتير. فبيحصل صدام بينه وبين بيتصدم بقى هو نفسه لما يتكلم معاها بشكل معين، وهو متوقع رد الفعل الاولانيه. تمام. الاولانيه خلاص هي ماتت وانتهى الموضوع. دي واحده تانية بشخصيه تانية، شخصيه مستقله تماما. بطباع، بخلفيات ثقافيه مختلفه. تمام. حاجات كتيره خالص. اتفاجئ انها بترد عليه لدرجه ان هي قالت له في مره، قالت له انت ما انتش متجوزني مش عارف علشان هو انت متجوز عبده ذليله عندك؟ لا مش. فالدنيا كانت عنيفه في الطلاق، وفعلا انفصل. اللي حصل دلوقتي ان هو مش عارف يعمل ايه برضه. هل هو يفتح الباب لفكره الجواز؟ هل هو يتعامل ازاي مع الملاحظه ان هو مفتون، او خلينا نقول منشغل تماما بفكره المقارنه ما بين زوجته وما بين سواء الزوجه دي او النساء عموما، لو هو هيبقى فيه احتماليه زواج. تمام. كمان ابنائه بقى اللي هم يعني بعاد عنه، وابنائه طبعا بعاد عنه. هي المشكله كلها زي ما حضرتك قلت في نهايه سرد التفاصيل القصه بتاعت المشكله بتاعت النهارده، المقارنه. المقارنه دايما هي يعني من يعني اكبر الاخطاء اللي بيعملها اي زوج، يعني بيكون عنده زواج تاني او ارمل او حاجه زي كده، والزوجه الاولانيه توفت، فبيبدا ان هو يعمل المقارنه دي مقارنه خاطئه تماما، انها بتعمل يعني بتخلي داخليا ان هو عنده حاله رفض، يعني هو عايز الزوجه الاولى تبقى زي الزوجه الثانيه. فطبعا عمرها ما بتحصل، يعني مش هيلاقي ان الزوجه الاولانيه زي الزوجه الثانيه من منطلق ان احنا كلنا مش زي بعض، يعني كلنا مختلفين، عندنا طباع مختلفه وعندنا افكار مختلفه وناس كلها، يعني مش بنتكلم عن يعني كمان الازواج بس، او لا، بنتكلم على الانسان بوجه عام مختلف، كل انسان مختلف عن الثاني. نيجي بقى لعلاقه الزواج، قارن الزوجه بزوجه زمن بزمن، الوضع بيختلف تماما. كل
كون ان هو بينفعل عليها او بيتعصب عليها، وكانت زوجته الاولى رحمها الله يعني كانت كده. لا، الزوجه الثانيه ممكن تكون طباعها مختلفه شويه، مش عايزه يعني نوع من مش عايزين نقول الاهانه، يعني نوع من الضغوط، ما عندهاش قدره على تحمل الضغوط يعني من زوجها. فبالتالي طبعا بيحصل نوع من الصراع. ففي هنا صراعين، الصراع الاول داخلي بينه وبين نفسه لانه هو بيقارن زوجته الاولى بالثانيه، والصراع الثاني بينهم وبين بعض، بينه وبين زوجته الثانيه اللي ما حصلش نصيب يكملوا مع بعض، نتيجه ان هو على طول حاططها في مقارنات وبيضطر يعني بيندفع عليها، بيهينها، الكلام ده كله. هو يعني تناسى تماما ان الخطأ يعني خطأ من عنده هو. يعني المشكله هنا عنده هو، المشكله هنا مش عنده عندها هي. لا، المشكله هنا عنده هو، لان زي ما قلت لحضرتك يعني ايه، حكم في حياته، خلى المقارنه هي اللي بتسود، والمقارنه هي اللي بتحكم. المقارنه هي اللي بتحكم على رد فعله مع زوجته الثانيه، مقارنتها مع زوجته الاولى اللي هي الراحله. فدي الفكره كلها. فحته المقارنات دي يعني بتبقى حاجه صعبه جدا، وبتبقى ظالمه في نفس الوقت. انت بتظلم الطرف الثاني معاك. يعني هو كده ظلم نفسه وظلم الزوجه هو الثانيه. ظلم نفسه ان هو كان ضيع على نفسه فرصه، ما هي ممكن تكون الزوجه دي. ده ممكن جدا. يعني المشكله هو كده ظلم نفسه، هي ضيع على نفسه كانت محتاجه يا استاذ احمد يعني علاقه كويسه او اسلوب كويس، يعني حد يستوعبها يفهمها. ما تنساش حضرتك برضو ان هي يعني اربعينيه، يعني برضو في فتره من الفترات وبالظبط يعني كده، نفسيتها بشكل معين، عايزه نفسيه معينه، حظ من الانجاب او ما كانش لها نصيب انها تنجب. فيعني برضو بشكل او باخر عايزه تعيش حياتها او ما تبقى من حياتها في ألفة وفي حب وفي احتواء يعني. فهو للأسف الشديد يعني الصدام اللي حصل نتيجة المقارنة دي هو ده يعني زاوية المشكلة دي. المقارنة هي مقارنة الزوجتين ببعض. طيب بالنسبة لفكرة الوحدة أو الشعور بالوحدة، تمام، في عنده بنته موجودة، ولاده طبعا مسافرين ونتيجة ظروف شغلهم وحاجة زي كده. فهل لهم دور في إن هم يخففوا عنه؟ هل هم يجوا؟ هنا لو جبناها أو لو اتكلمنا بشكل عام لازم نتكلم على يعني الأبناء اللي هم مغتربين، نتيجة طبعا ان هم يلاقوا فرصة افضل بره مصر او يضطروا يسافروا او حاجة زي كده، وبيلاقي مثلا الاب او الام فراغ في غياب الابناء زي الحالة بتاعت المشكلة بتاعتنا دي. فلابد يكون هنا في دور ان هم يعوضوا عن بعد هذا الفراغ بالاتصال التليفوني. بتصل مثلا كل اسبوع مره، اتصل كل اسبوع اكتر من مره، بتصل كل يوم، اتصل مرتين في اليوم. طالما يعني في فراغ في مشكله يبقى اعمل اكتر شويه، اضاعف شويه مجهود ان انا كمان يعني بتصل بالتليفون، لا اتصال يبقى فيديو. يعني برضه حضرتك عارف طبعا المكالمات اللي هي بالفيديو دي بتدي نوع من التواصل اكتر، الترابط اكتر، فده مهم جدا جدا. فبشكل او باخر انا بنصح الابناء ولاده واللي زيه، يعني اي حد بيلاقي نفس الظروف ان هو يعني يكسر من التواصل وطرق التواصل. الابناء مثلا الاحفاد لما يكلموا جدهم في التليفون بيشوفهم بيكبروا حواليه او حاجه زي كده هيصبر شويه. حاجه تانية، انا مثلا هغيب سنه ونص وممكن انزل بعد سنه، اسال نفسي سؤال: هل ال6 شهور الزياده اللي انا هاخدهم دول هيعملوا لي فلوس تعوض رضا والدي ووالدتي عني، تعوض احساسهم بالامان او احساسهم بالطمانينه اللي هم ادوها لي وانا صغير، وانا طفل صغير يعني. وهم دلوقتي محتاجينها، فلابد ان هو يكون هنا في نوع من تغليب يعني العواطف في فتره من الفترات عن الماديات. يعني دي بتبقى مهمه جدا. كان الدكتور يسري جبر ودكتور جراح وبيلقي خطب يعني بيكره جدا فكره السفر. وكان بيحكي هو على حكايه، يعني بيقول ان كان في حد جاره خلاص في مراحل خلاص بيموت، يعني في الاسبوع او الاسبوعين الاخرانيين من حياته يعني. تمام. كان ابنه الوحيد
كان في المانيا اظن، كان طبيب برضه. فهم تواصلوا معاه، قالوا له تعالى علشان والدك خلاص يعني بيموت، تمام. هو عايز يشوفك. هو قال لهم طيب شوفوا ايه اللازم وانا هدفع التكاليف. تخيل، هو شوف هو واصل الموضوع ايه، الموضوع بالنسبه له تكاليف الميتة، تكاليف الميتة. هو شوفوا ايه يتوفاه الله يعني هو هيموت اسبوع ولا اتنين، شوفوا وقولوا لي ايه الرقم وانا هبعت لكم الفلوس. تمام. فهو كان الدكتور يسري بقى ما بيحبش ابدا فكره ان الواحد يبعد عن والده او والدته، او حتى كمان فكره ان هو يسيب مصر او يسيب المكان اللي انت فيه. ابذل فيه مجهود، انجح، وكده كده الرزق بايد ربنا. تمام. بس مفيش حاجه هتعوض زي ما حضرتك بتقول، مفيش حاجه هتعوض يعني الفلوس مهما كانت. هو رغبه ابوك او رضا ابوك او رضا والدتك، او ان انت شخصيا تحس ان انت بتعمل حاجه كويسه في حقهم. ففكره السفر في حد ذاتها هي لا تتفق مع الكلام ده ولا لا تكلفه يعني. لا هو يعني فكره السفر ما نقدرش نقول ان احنا نمنع يجتهد ويسافر يعني. فطبعا يعني ولكن في نفس الوقت زي ما قلت حضرتك لابد ان يكون في تعويض عن بالاتصال او تمام. نحاول نقرب المسافات شويه لو في فرصه ان انا انزل في وقت غير مثلا يعني معتاد، كنوع من المفاجاه، كنوع من المكافاه، خلينا نسميها كنوع من المكافاه. مكافاه التربيه، او هم يبعتوا له حتى مكافاه الاحتواء ليا وانا صغير، مكافاه ان هم كانوا يعني بيعملوا حاجات يجوا على نفسهم عشان خاطري، حاجات كتير جدا لو انا فكرت فيها وقلبت عاطفتي تجاه والدي ووالدتي سأنحي الماديات جانبا وسأفكر بجدية في والدي ووالدتي وارضائهم. قدرت ان انا استضيفهم عندي او يسافروا بتكلفه ماديه عليا شويه، برضو اقول دي مكافاه من السنين اللي فاتت، التربيه والاحتواء وما الى ذلك. فالطرق كتير ان انا اعمل بالانس او اعمل توازن في علاقاتي الاجتماعيه وعلاقتي بمين؟ والدي ووالدتي، اهم يعني ناس في حياتي كلها، ما يستاهلوش مني ان هم يكونوا مؤرقين او زعلانين او كده. وخلينا نقول ان معظم الاهل الاب والام بيبقوا شايفين ان ابنهم عايز يامن مستقبله وسايبين، بيكتفوا باتصال تليفوني او حاجه زي كده. ولكن في حاله زي لما يكون حد وحيد حاسس بالوحده، بيبدا الشيطان بقى هنا يعني يكون له يعني فعل السحر في يعني عند مين بقى السحر؟ عند الاب والام. يعني يبدا بقى ان هو يعني يغير بقى حته ان هم يحسوا انه ابنهم مسافر عشان خاطر يشتغل ويامن مستقبله. طب هو مثلا مش ممكن يحاول، ما كانش ممكن يبعت لي اروح اقعد معاه شويه اشوفه؟ ما بيتصلش بيا كتير، ده كان بيتصل كل اسبوع، الاسبوع ده ما اتصلش. بالرغم من ان هم ممكن يتقبلوا لو الاب والام موجودين، ممكن يهونوا على بعض، واحد يرد على الثاني، ده ممكن تكون في ظروف منعته عن الاتصال، لكن هو لوحده. مين اللي هيبدا بقى يشتغل عليه في القصه دي؟ الشيطان. هيقعد يقول له ده هو ما اتصلش، ده بدا يبخل عليك، ده مش عارف ايه. فلابد هنا لما يكون في حاله زي كده، مثلا الاب بيعيش بمفرده، مفيش حد يعني حتى لو في، المفروض برضه يكون للابن دور او البنت دور انها تعوض يعني والدها او والدتها عن غياب طبعا يعني الطرف الثاني، مثلا سواء الاب او الام، بالاتصال والتواصل المستمر. ده مهم جدا جدا يعني، عوضا يعني عن ظروف الغربه. طيب هو كنصيحه اخيره لي، شايف ان هو لان هو دلوقتي طلق الزوجه اللي هو بيحط عنصر المقارنه مع زوجته الاولانيه، هو طلقها خلاص. هل انت شايف ان هو يفتح الباب ان هو يفكر تاني وفكره الجواز تاني، ولا يقفل الباب على كده وخلاص؟ سيتخلى عن
شيطان المقارنة بين الزوجة الأولى والزوجة شيطان المقارنة. لأن ده شيطان يعني يتراءس أمام الشخص نفسه أو الزوج اللي هو طبعا بقى بيتعرض لتجربة تانية. يعني مثلا ربنا ما أرادش مثلا أو أراد إن هو يفقد يعني زوجته الأولى فبيضطر يتجوز تاني عشان يكمل حياته، أو مثلا ما حصلش نصيب له في الزواج الأول فاتجوز تاني، فهو حس إنه ظلم الأولى بس بشكل أو بآخر ما ينفعش يرجعوا لبعض. بيبدأ عنده حالة من الجلد الذات، ده أنا سبت الأولى دي وجيت عليها فربنا رزقني بالتانية دي الصعبة دي. يبدأ إن هو يخلق مبررات أو يركز مع الأخطاء أو يركز مع القصور اللي موجودة عند الزوجة التانية لأن هي داخلة على طول في المقارنة. فإذا قدر إن هو يتخلى عن شيطان المقارنة اللي بيقعد يعني يوسوس ليه إن هو يخوض التجربة ويتوكل على الله، لأن هو أكيد هيبقى محتاج التجربة دي، محتاج إن هو يعيش حياة جديدة مع إنسانة جديدة تقدره ويكمل حياته معاها ويتغلب عن الفراغ الرهيب الموجود في حياته، يتغلب عن بعد المسافة اللي بينه وبين أولاده. يعني حاجات كتيرة هتتغير في حياته أكيد يعني للأفضل في حالة الزواج الثاني، ولكن زي ما قلت لحضرتك يتخلى عن شيطان المقارنة. أنا هختم بشيطان المقارنة ده، تخلى عن شيطان المقارنة. أشكرك جدا على اللقاء الجميل ده شكرا جزيلا يا صاحبي. شكرا شرفتنا. شكرا لحضراتكم. السلام عليكم.